هذه القوة الجوية في الوقت الحاضر لحد الآن وضع جيد، والإعداد يمشي وفق المنهاج المخطط له من قبل الكادر التدريبي. ويوم غد عندنا اجتماع مع المدرب الفريق لمناقشة المرحلة القادمة حتى تستطيع الإدارة توفير الاستحضارات الإدارية لإنجاح المرحلة القادمة من إعداد الفريق وتهيئته والنهوض بالمستوى الفني حتى يكون على أتم الجاهزية لخوض أول منافسة رسمية يوم 13/9 مع فريق الجيش السوري في بطولة الاتحاد الآسيوي. ايضا اكيد المعسكرات من ضمن الاستحضارات اللي راح بعد ما نجتمع غدا بالمدرب ونشوف شو الخيارات الكادر التدريبي. على ضوء خيارات الكادر التدريبي راح تعمل الهيئه الاداريه والناس المختصين بهذا الجانب بالاداره على تهيئه كافه الظروف بضمنها المعسكر التدريبي حتى يوصل الفريق الى جاهزيه مثل ما ذكرنا جيده في سبيل المنافسه على الاستحقاقات القادمه، واولها هو بطوله الاتحاد الاسيوي. المباراه يوم 13/9 هي مباراه مفصليه ومهمه جدا مع الجيش.